وصلتش لحاجة. الفترة اللي فاتت دي ناس كتير كانت حاسة بتوتر وتعب وخوف وإرهاق وما بيش سلام. أكيد ربنا ليه حكمة من كده. كبرتوا في السن وما عملتوش حاجة وما ارتبطتوش بشريك حياتكم. عمر ما كان السن هو العامل الأساسي في الارتباط. لسه نصيبك ما جالكش. الناس كلها معاها فلوس وأنا مش معايا. على فكرة معظم أغنياء العالم وصلوا للغنى وهم في الستينات. هتقول أنا مش عارف أنا مين، أنا مش عارفة أنا مين، أنا مش عارفة حياتي فيها إيه. نجيب محفوظ عرف نفسه إن هو بيكتب بعد سن 60 بعد ما طلع على المعاش. ده فان جوخ يا جماعة، إن العالم عرفه كله بعد ما توفى. ده إحنا حاليا في مصر 2026 دلوقتي بنعمل له ايفنت عندنا في التجمع. فمفيش حاجة إن إحنا متأخرين، إن إحنا ما وصلناش لحاجة ونقطع في شراييننا. مفيش حاجة اسمها كده. ده إحساس كلنا بيجيلنا كلنا. مفيش حد الإحساس ده ما وصلوش في يوم من الأيام. بس أكيد ربنا ليه حكمة. أكيد ربنا لما بيحطنا في المواقف دي كلها وبتدخل لنا الأحاسيس دي كلها إحنا لازم نتغلب عليها. عمرنا ما ننتظر الظروف تتحسن والاقتصاد يتحسن وما يكونش في حروب عشان نعيش في سلام. لا، إحنا ممكن نعيش في سلام في وسط الحاجات دي كلها. السوشيال ميديا دي أكبر سلاح قوي في الحياة. بيحسسك ان انت فاشل، بيحسسك ان انت متأخر، بيحسسك ان انت وحش، بيحسسك ان انت مش حاجة، بيحسسك ان انت مش عارف نفسك مين ولا مين ولا انت مش عارف كأنك كده حاجة خبطاك. دي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ده وهم. السوشيال ميديا دي بتعيشك في حياة انت ما ينفعش تكون موجود فيها. لا، السوشيال ميديا دي غلط. نقول لها كده ستوب. احنا لينا حياة، ربنا ده ضابط الكل، هو اللي هيشكل حياتي، هو اللي هيرسم لي حياتي. ويلا خلينا نفكر كده، هو امبارح زي النهاردة زي بكرة؟ لا، على فكرة خليك فخور بمشوارك، خليك فخور بكل حاجة انت بتعملها، خليك فخور بكل لحظة انت بتقضيها وما تربطش نفسك بحياة غيرك. السوشيال ميديا دي ده كذب، ده وهم. وخليك واثق وخليك متأكد ربنا ضابط الكل وربنا بيحبنا قوي 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 قوي. مهما كنا تعبانين ومهما كنا مرهقين هو عارف احنا ايه، واكيد طبعا بيقف جنبنا وبيسندنا وبيطلعنا انضف وانقى وارقى بكتير من المواقف اللي احنا بنتحط فيها والتجارب اللي احنا بنتحط فيها. يلا بقى، عايز اسمع آرائكم في الكومنتات. مين اللي دخلوا الإحساس ده قريب؟ مين اللي حس بالكلام ده؟ مين اللي حاسس بوجود ربنا في حياته هو اللي بيشكلها مش السوشيال ميديا؟ ويلا بعتولي، عايز اعرف آرائكم في الكومنتات.